السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا جدا، وما تبخلوش عليا باللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان تشجعوني دايما انزل لكم كل جديد. مبدئيا كده لسه جامعه البيض حالا دلوقتي، والناس اللي بتقول احنا بنحب فيديوهات جامعه البيض، والله يا جماعه الخير كان نفسي اصور لكم، بس بصراحه تليفوني ما كانش فيه اي مساحه خالص. بصوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك، ده الانتاج بتاعنا النهارده. هو الطبق ده شيل كده، ده هو الطبق ده لسه، الطبق ده مش كامل، هسيب اشيله خالص. الطبق ده مش كامل لسه. وتعالوا بقى عشان الناس اللي اكتشفت، يعني بصوا البيضه دي كانت مكسوره، وكانت 3 مكسورين كمان عشان انا لسه ناقله الفراخ دي مع دي، واللي تحت ابيض واحمر برده زي ما انتم شايفين. الناس بقى اللي بتقول لي الفراخ البيض الاحمر ده بيجي منين، عايزه اقول لكم للاسف الشديد كان نفسي اوريكم دلوقتي شكل الفراخ كلها وهي مبيته المغرب كده، بس اوريكم شكل فرخه واحده راحت فين. اهي بصوا الفراخ الحمراء دي بتيجي من الفراخ دي، هي دي اصلا قفلنا الباب والمفتاح تحت، ودي موجوده، فقلت اصورها لكم بقى. بتيجي من الفراخ دي، من نوعيه الفراخ دي. طب نوعيه الفراخ دي ساسو؟ لا مش ساسو، نوعيه الفراخ دي مش ساسو، نوعيه الفراخ دي بياض اللي هو الاتش، اللي هو اللهمن او الايزا، فرخه مستورده مش مصريه، تمام. فدي بتدينا البيض الاحمر اللي هو بتاع المحلات، بيض المائده الاحمر اللي انتوا شايفينه ده، شايفين اهو هنا وتحت اهو، شايفين ده البيض الاحمر ده بيجي من الفراخ الحمراء دي بيض مائده زي ما قلت لكم كده، بيض مائده احمر زي ما انتم شايفين، عشان الناس اللي تايهه ما بين الساسو وما بين الفراخ البلدي وما بين تقول دي حمراء، لا مش كل الاحمر بيكون ساسو. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، ده الانتاج بتاع البيض بتاعنا بتاع النهارده اهو، بيض احمر على الابيض. وطبعا انا نقلت الفراخ مع بعض اللي كانت على السطح التاني واللي كانت على السطح ده، فهتشوفوا تلاقيهم مبهدلين البيض ومكسرينه، وهم لسه مستغربين، مش عارفين المكان، مش عارفين يبيضوا فيه يعني، فمستغربين المكان. شايفين هتلاقوا البيض اللي تحت متلحوس جدا ازاي اهو. طيب بالنسبه بقى للناس بتسالني يا ترى البيض الاحمر احسن ولا البيض الابيض؟ طبعا البيض الاحمر بيكون اغلى، الفرخه البيضه بتبيض بيض اكتر، فالاثنين بيساووا بعض او بيعادلوا بعض، على حسب ما انت بقى يكون السوق عندك شغال في ايه. في الابيض ماشي، في الاحمر ماشي، في البلدي اشتغل. بس نصيحه مني، لو حابب تعمل مشروع انتاج البيض وهتعمل مشروع كبير، يبقى حط فلوسك في فرخه زي دي كده، تكون متحصنه، تكون بيضه او بيضه او حمراء مش مشكله. انا مش عارفه الباب اتقفل والفراخ جوه كلها، بتكون بيضه او حمراء بفراخ مستورده ما شاء الله اللهم بارك، فتاخد خير منهم كتير. الفرخه بتكون متحصنه، بيكون منقارها مقصوص، بتقعد معاك لحد ما تعجز، ما يجرالهاش حاجه، حتى وان دخل فيروس هيدخل حاجه قليله جدا او هيشيل حاجه قليله جدا، مش هيأثر عليهم كلهم يعني. غير الفراخ البلدي، تلاقي تربي الفراخ البلدي هوب تلاقيها باضت، وهوب تلاقيهم كلهم راحوا ورا بعض كده وخسرتهم. فحبيت اعمل لكم فيديو على السريع كده ارد على اسئلتكم فيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. بالمناسبه السؤال الناس بتقول لي ما هو البيض رخيص جدا دلوقتي، البيض دلوقتي بيلم ثمنه يا جماعه الخير، بيجيب تكلفه الفرخه عندك في البيت، لكن ما بتاخدش منها مكسب، لكن بتجيب تكلفه الفرخه عندك في البيت تمام. طيب مكسب، احنا كنا بناخد مكسب وكنا بنكسب كتير جدا الفتره اللي فاتت، فدلوقتي لما ما بنكسبش وما نخسرش افضل طبعا لما مثلا ما نجيب دوره فراخ تسمين ونبص نلاقي اصابها فيروس او مرض او حاجه، ونبص نلاقي الدنيا اتدمرت معانا والفراخ ماتت كلها. لكن دي خسارتها ان هي تلم ثمنها، الخساره في البياض ان هي بتلم ثمنها مش اكتر من كده. الخساره في البياض يوم ما نقول احنا خسرنا فهي بتلم ثمنها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير وسبسكرايب للقناه، خلونا نشغل القناه زي الاول عشان ننزل لكم فيها كل جديد. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.